السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل غدا سريع، صينية بطاطس مشوية مع الفراخ المشوية في خطوتين، سريعة جدا للوقت اللي انت مستعجلة فيه. هقدمها مع الرز، وفي منينا اللي بيحبها مع المكرونة الشرايط. جبت ملح وفلفل وجنزبيل، وجبت كمان بابريكا ومعلقة مستردة وصويا صوص ومعلقة صلصة وكمان نص معلقة عسل. هخلط كل التوابل دي مع بعض، وهتبل كده الفرخة بعد ما غسلتها وصفتها وفتحتها من ورا زي الفراشة، وهشوحها. وكمان اتشوحناها وشلناها، حطيت بصل جوليان مكانها، وحطيت برضو قرن فلفل وطماطماية صغيرة. وشوحنا كمان البطاطس، عاملاها مكعبات طبعا، قطعيها باللي انتي عايزاه، بالشكل اللي انتي عايزاه. وهنقلب كله مع بعض عشان تاخد تشويحة، وهحطها في الصينية اللي انا هشوي فيها الفرخة. وهحط الفرخة عليها، وهندهنها كمان بالصوص اللي احنا والتوابل. هندهنها تاني بعد ما اتشوحت، هندهنها تاني بالتوابل اللي احنا عملناها مع بعض من الظهر ومن قدام. وهنحط الباقي كله مع نص كوباية مية، وهحطهم على البطاطس ودخلتهم الفرن. جميل جدا، تستوي بسرعة وسريعة. وقدمتها مع المكرونة الشرايط بالطريقة اللي احنا نشوفها مع بعض، المكرونة صلصة العادية. وهقدمها معاها، وهرش عليها كمان رشة زعتر. ما بتكملش نص ساعة في الفرن هتكون استوت، ان بتاخد التشويحة بتبقى استوت نص سوا على البوتاجاز من فوق، وبتكمل سواها كمان في الفرن نص ساعة وكانت استوت. ورشيت عليها رشة زعتر، وقدمتها مع الليمون المعصفر، وحطيتها بالطريقة دي. وبرضو قدمت مع الرز اللي فينا اللي بيحب